النهارده هنعمل طريقة جديدة بالجمبري بالكريمة لباني. هي طريقة مش بتاعتي، بولا اداني طريقة. واحدة عملتها، هي طعمها شكلها طعمها حلو وريحتها يعني من الفيديو شفته. اسمها ايه بولا؟ جمبري باترفلاي. جمبري باترفلاي. اللي عملت طريقة آه. اسمها دونا كوكس او دنيا كوكس. دنيا كوكس. دنيا. اوكي ميرسي هي دي طريقة كوكس. دنيا. ماما لا، هي ما تعرفنيش ولا تعرف اصلا احنا عاملين معلش طريقتها. يمكن تشوف الفيديو وبشكرك. النبي يا دنيا لو شفتي الفيديو احنا بنشكرك. احنا متشكرين يعني، ميرسي. تعالوا بصوا، هي دي. واو واو واو، الله عليك يا دنيا. بصوا الشكل. لا والله يا ماما. لا الشكل في علمك، وانا دقت يا دوبك الصوص يعني، الشكل والطعم والريحه. بس بجد يا دنيا هي اول واخر مره اعملها لوحدي. انا تعبت في الحاجات دي، التنظيف والكلام ده. بس مع ان دنيا قالت في الفيديو ان دي طريقة سهلة جدا وتعملوها بسرعة لو انتوا لوحدكم. اوكي. اعملها لنا يا دنيا. اوكي يا دنيا. لا تسلم ايدك يا ماما. دلوقتي انا جايبه الجمبري فريش زي ما انتوا شايفين. قصقصت كده الرجلين والشنبات. دي اول خطوه هنعملها. الجمبري غسلاه، قصقصنا. هنبتدي نمسك من الظهر بمقص نبتدي نقطع كده. اوكي. بعد كده بنفتح بالسكينة. انا عايز اخد يبقى بالشكل ده. بنطلع الاسود ده، هو كالعادة لازم يطلع خيط، انا معرفش. هاتو الا بولا صور دلوقتي. كيس رمل اسمه. ده بنطلعه اوكي كده ونفتحه بالشكل ده. اوكي، ممكن نعمل واحدة كمان يا ماما؟ ممكن، ما لازم اعمله كله يلا حبيبتي. كده. ها اوكي. كده. المقص اللي هو بنحاول نقطع القشرة اللي بره. بالسكينة بنغوط في اللحم عشان نقدر نفتحها. اوكي. نفتح كده. اها. فين كيس الرملة؟ فين كيس الرملة؟ ما شاء الله الجمبرية دي ما كانش عندها ما كيس عندهاش رملة. كيس رملة؟ ما كلتش كويس. ماشي حطي. اوكي. تاني لغاية ما نلاقي كيس. يا رب كلهم ما يكونوش واكلين، انا عندي رخم قوي. اوكي. استنى قبل ما اقطع بالسكينة اهو. اها لقيت كيس الرملة. وبنشيل ايوه كيس الرملة دي. مش عارفة يا ماما ايه كيس الرملة دي؟ سلسلة الظهر. لا يا ماما. ايه؟ الكاكا بتاعها. ده بجد؟ بس الكاكاو بتاعها رقيق خالص. لا تقولون هذا امام ابنتي لانني قلت لها انه الباك بون. ايوه يعني ايه ده؟ يعني انا بهزر يا ماما. ده سلسلة الظهر، الباك بون. انا باكله بالباك بون. انا باكله كده. واحنا سعر دلوقتي هناكله الباك بون. كده نمسك المقص، نبتدي بشويش كده نقطع القشرة. القشرة ما شاء الله. القشرة. بعدين بالسكينة لو عايزين نسند كده نبتدي نجود السكينة في اللحم. بعدين اهو سلسلة الظهر، اهو سلسلة الرمل. سلسلة الظهر. شوفوا هتسموها ايه. اوكي. الدوشة دي كلها عشان يطلع دي، تخيلوا. المهم لا يا ماما علشان تبقى باتر فلاي، يعني شبه الفراشة. ما اوكي ماشي يا جماعة، شفتوا الطريقة بقى؟ هنكمل بقى ده ونرجع لكم. سيبوني بقى من غير الكاميرا عشان اصور. ايه يا ماما كل ده عشان تاتا هنا؟ تاتا ما طلبش باتر فلاي. لا تاتا يا حبيبتي لما بيروح عند اللول بيروح لأم ميادة
اللي هي مامة عيشه، ويقعد يقول لها مميزه انا عايز الباتر فلاي من ايديكي. طب ما انا بروح عند مميزه بقول لها اكليني كل حاجه، مش بمد ايدي. بس هو يطلب من مميزه الطريقه، اي حاجه صعبه مني انا لا. ماله الجمبري المقلي، ماله اسكندراني اللي هو شطفه يلا ارميه. انا مش بتاعت الحاجات الرفيعه دي. بص انا دلوقتي ساعتين عشان دي. انا واحده عمليه قوي. طب ايه اكتر اكله وحشتك اكلة سمك في مصر؟ ايه اكتر اكله بتحبيها وبتحبي تعمليها مش عارفه تعمليها هنا؟ مش عارفه اعملها هنا. الحاجه الوحيده السمك اللي موجود في مصر ومش موجود في اليونان، السمك البلطي. لان البلطي من النيل وانا بحبه قوي. انا اكلة سمك، انا اكلة اي انواع سمك من اصغر سمكه، بس البلطي بحبه بس ما فيش هنا. ما فيش هنا. بس هقول لك حاجه، بحب برضو اسمه إيه ده، سمك في مصر طبعا. كل الاكلات المصري والسمك انا بحبها يعني. بس هو مصر واليونان بحر متوسط يعني، نفس السمك. هو بس تفرق معانا البولتي قلنا لان هو في النيل. ده بس اللي مش متواجد هنا. و في مصر في على طول السمك الحناش، ده تحفه وبعمله حلو قوي. بس ده برضه هنا مش موجود هنا. هنا يعني قعدت سألت ايوه ماما، هو الحاجات دي مش تعبان البحر؟ شبهه مثلا، بس هو سمك. لفيت في الانترنت اسال وكده. سمية حبيبتي في حاجه طلع مش عارفه اسمه ايه هنا، ومش كله عارفه، بس هو فيه وبيقولك يعني معظمهم بياخدوه في الجزر. المعلومه دي جابها لي واحد صياد سمك مصري هنا. ماشي، طب نخلص بقى ونبقى نرجع له. استنى عشان في سلسلة الظهر دي ورسمة. انا بحط الميك اب ممتاز. معلش بقول وريهم بس الميك اب لحد ما تخلص. ايه رايك؟ انت ما بتقولش رايك ليه؟ حلو، ممكن تمشي ده عشان ماما الصوت. لغاية ما تخلص هتكون انت روحتي وجيتي وانا لسه. حاجه معلش عشان انت قلتي عايزه تقولي حاجه. عايزة اقول حاجة مهمة قوي. هما ايدك ايه اللون ده؟ البطارخ بتاع واو. الله. طب انت البطارخ دي ايه يعني اكلت؟ الله، ايه ده؟ هو كله مبطرخ، مش شايف الاورانج؟ ماما هو بكم كيلو جمبري الفريش يعني هنا في اليونان؟ انا الحجم ده جايبة النهاردة قول 17 يورو. 17 يورو يعني اسلام، يعني ايه كام بالمصري؟ 17 يورو. طب ما على فكره اظن ده الافريج برضه في مصر، مش عارف يعني، اظن يعني. يا جماعه ممكن تقولوا لنا كيلو الجمبري في مصر بقى بكام؟ عشان بنقارن، عشان لو كده لا نرجع هو مصر، نرجع مصر مخصوص عشان خلي ناكل بالك، الجمبري. هو الفترة دي هنا السمك غالي قوي. ليه بقى؟ غالي قوي. ده يا ابني، ده انا النهارده دلوقتي السيزون بتاع البسارية وبتاع كوليوش وبتاع اسمه ده بروسفيغاكا. عارف غاليين قد ايه؟ انا متخيله الاودينس من الناحيه الثانيه. تمام يا حاجه كملي جود. عارف برافو كملي. البسارية ممكن اقول لكم بكام كيلو؟ كام؟ 15 يورو. البسارية اللي شبه الدودة. والكولوس بكالوريوس ده. الكوليوس كوليوس ب 11. ماما دي اسامي بجد ولا انت بتألفي دلوقتي؟ والله العظيم والله بجد. بتقول ليه؟ عشان كده لما يجيبوا لك لا تابع كولوس سهله 11 قلقت عليه. لا ماشي. السمك الفترة دي في حاجة صعبة قوي. طيب ماشي يا جماعه، ممكن نخلص البتاع ده طب اقول ونرجع لك لكم. البربوني الصغير. بكام البربوني الصغير؟ اسمه ايه علي. البربوني الصغير؟ البربوني اسمه بربوني. ايه ده غريبه قوي. البربوني اسمه البيبي. غريب قوي. البيبي اللي هو في اسكندرية بنقول عليه زريعة. اوكي؟ هنا اسمه ايه ايه؟ رأيكم الترجمة دي؟ بكام؟ بكام؟ 23 يورو. 23 يورو يا جماعة البربوني البيبي. ماما بصي انا مش عايزك برضه نتك قوي، لان ممكن يكون ده اسعار برضه اسعارهم في مصر، اوكي؟ انا ما اعرفش، بس فإحنا انا برضو هنا مش الناس عايزين بتشتكي. لا اختي انا كله بيشتكي، محسسانا كله بيشتكي. الحمد لله. يلا دلوقتي نعمل العمايل بتاعتنا. نجهز ايه؟ هنحط بقى
كده. هنبتدي نحط شوية زيت على شوية زبدة. يسيح الزبدة هنا عشان هنبتدي نشوح الجمبري اللي احنا تعبنا فيه كده. ريحة حلوة قوي. ماما بس كده ملح وفلفل. هنقل هنا عشان العين سخنة. وده ايه، انتوا عارفين الجمبري سريع قوي في السوا. هناخد 3 دقايق الموضوع كله. بصوا كده، كل انا جنب حطيته على ظهره الاول ودلوقتي ايه هحطه ايه على بطنه. شايفين؟ حطيت رشة ملح وفلفل. اوكي كده كده كده. عارفين الجمبري عامل زي المخ، يعني في كل حالاته وما ياخدش سوا كتير. هنجيب طبعا ونبتدي نطلع. اوكي. وريحته تحفة على فكرة. جميل ها؟ ده كده ولسه. بص البطارخ. انا حاطه النار على نمرة 2. اوكي، مش عايزينه حامي قوي قوي. خلاص هنحط ملح وفلفل لما نقلبه. نزود شوية زيت. نزود حتة قطعة زبدة. نقلب. ملح وفلفل. اوكي. ماما الريحة تحفة. شمها يعني بعد كده هتشمها عند اللول هنا تاني. كده احنا ماما ايه خلصنا، بنطلع اخر حاجة. بص احنا بنطلع اخر حاجة. وانا قلت للراجل يقشر لي كام واحدة جمبري خالص، فيليتو خالص عشان إليني. اوكي. دلوقتي هنطلع خلاص كده اهو. نطلع كمان دولت عشان منزل مكان الزبدة كل الصوص بتاع الجمبري. اوكي. هنزود بقى دلوقتي كمية زبدة عشان نشتغل نعمل الصوص. مش هنحط زيت، هنشتغل بالزبدة. الشغل كله في الزبدة اوكي. كده.
احنا هنزود زبدة عشان العدد الجمبري كتير صح؟ عشان الجمبري وتطلع عمق. كل واحد لو ماشي. نفس الكميه اكيد زبده اقل. ماشي. زودي الزبدة أقل في الطبق دي. شايفين؟ نبتدي. انا حاطه النار متوسطه، اوكي، لان كمان الزبده عشان ما تتحرقش يعني. يعني شايفين اللون كده ساحت. اوكي. هنحط توم مبشور. مفروم. توم مبشور. اوكي. مش عايزين التوم يغمقوا الكلام ده خالص. يا دوب يشم النار. نازل بعصير الليمون. روائح جميلة قوي. بالمستردة. المستردة بقى نقطة ضعفي أنا. ماشي. هنقلب بس أسيح المستردة دي. نضغط كده. اوكي. أنا أسيح عشان ما أعملش كلاكيع دول. ملح. مش هزود ملح لأن المستردة برضو ليها فلفل. حطينا البابريكا. اوكي. بصوا ريحتها تحفة عامة. ريحتها وطعمها هتعجبكم قوي. اوكي. دلوقتي عندنا الكريمة اللباني. هننزل بالكريمة اللباني. طبعا كل واحد حسب الكمية، يعني ممكن يكون ناس حتى عاملة كمية أكبر هنحتاج كريمة لباني تاني. يعني انت ايه رأيك في الكمية دي؟ هيكفي دي ولا احط كريمة لباني تاني بولا؟ حاسس ان احنا محتاجين تاني صح؟ بص ولا انت كده. ايه رأيك؟ معرفش انا. ولا دول كفاية؟ تهيألي ان دول كفاية ولا ايه؟ مش عارفة. كفاية. بص هنزود انا الكريمة. هزود احتياطي عشان ايه؟ الصوص يعني هو كأول كمية كان كفاية، بس انا عارفة عيالي الصوص بالثوم بالكريمة اللباني هتعجبهم، هياخدوا منه ويحطوا على الرز بالبلح البحري اللي انا عاملاه، يعني هيستخدموه كصوص برضو لحاجات تانية للكالاماري. هو الصوص جميلة يعني. بصوا كده. ماشي. احنا ماما بنسيبه لغاية ما يعمل بلا بلا بلا. يغلي. بصوا انا حاطه النار واطيه قوي. ياخد غلوه بسيطه ونطفي خلاص. بنحط عليه ايوه البتاع دي الجمبري. الجمبري. يا دوبك يغلي كده. قلنا نار واطيه. ده كريمه لباني شايفين. اوكي. ريحته تحفة. لا ريحته حلوة قوي. ان شاء الله راضي. طعمه كمان. ماما انا حاسس اهو بدأ يعمل بلا بلا بلا. هو بصوا على خفيف شايفاه؟ خلاص كده. لا أوكي. انا بحب النار الواطيه في الحاجات دي. دلوقتي هنبتدي كل الجمبري اللي احنا عملناه اوكي. نحطه يعمل جوه في غطس. الصوص. غطس جوه الصوص. اوكي. عشان كده زودت الصوص عشان يبقى ايه؟ متغطس. ماما مية الجمبري دي. طبعا هنحطها. دول. يعني هسيبهم لها كده، يمكن مش عايزاهم بالصوص. لا خليها تجرب بالصوص حاجة. احنا ما عندناش حد يقول طب ايه بقى. رايك نحط لها صوص هنا؟ ماشي. ناخد من الصوص لان احنا كده كده. خلاص ماشي بعدين ممكن احنا بناكل. اوكي لما هي تعوز تحط الصوص. اوكي بصوا يا جماعة ده اهو شكله. اوكي. اوسع كده عشان كمان دي تنزل. واو تحفة. اهو. احنا كده جاهزين. بون ابيتي والله يكون في عونكم لما تعملوا التقشير يعني.
لو عندكم السماك بتاعكم ممكن يقشروا، يا ريت يبقى احسن. جربوا الوصفه دي وهتدعوا لي، هيعجبكم قوي. حاجه جديده، طعم جديد، ريحه جديده، و يعني سوبرايز. لا بجد حلو قوي. ماما وفي الاخر بنقول ايه؟ ما تنسوش تعملوا لي شير ولايك وكومنت. لا يا ماما ميرسي. بنقول بون ابيتي. بون ابيتي طبعا. تعالوا بقى دلوقتي ندوق الجمبري البتر فلاي. الله لازم الله نقرب الطبق كده. الله الله. بس هو المفروض اكل بالشوكه وكده صح؟ كل بإيدك. اكل بايدي بصراحه. نشيل الراس. بصوا هو الصوص خطير. ندوق بقى الجمبري ذات نفسه. ناخد ادي الجمبري. ماما انا بهدلت ايدي قوي يا ماما. كلينكس. ناخد كده الصوص. ميرسي يا دنيا. تحفه. تسلم ايدك يا ماما. كنت هعمل. انا افتكرت هتصوتي عشان لا انا قلت للراجل ايه، قشر لي كام واحده عشان اشوف انا كمان. قشر لي كله، خلاه فيليتو اللي انا عملتهم الواحد دول. قلت له لا شكرا، اوكي يا ريت ما كفايه. يقشرش حاجه تاني. يا ريت انت الوصفه دي. لا بس تسلم ايدك يا ماما والله. بجد يا جماعه تسلم جربوها الدنيا. هتعجبكم قوي. حاجه جديده يعني، حاجه جديده.